إزاي عملت أكتر من 100,000 جنيه وأنا لسه طالب في كلية الطب؟ الرقم ده ممكن يبان كبير لأول وهلة، ولكن القصة وراه أهم بكتير. الحكاية كلها بدأت في سنة تالتة طب، لما جت فترة الكورونا وقعدنا كلنا في البيت. فجأة لقيت عندي وقت فراغ مرعب، وأنا طول عمري بكره الإحساس ده. كنت شايف إن الوقت ده لو ضاع هتضيع معاه فرص كتير قوي. زي أي حد، أول حاجة جت في بالي إزاي أعمل فلوس أونلاين، وبدأت الرحلة. جربت كل حاجة ممكن تتخيلها. فكرت في الدروب شيبينج، التسويق بالعمولة، حاجات كتير كانت ترند وقتها. وكنت دايما بحس اني ببدأ حاجة ومش عارف اكملها، او ان الطريق ده اصلا مش بتاعي. لحد ما استقريت اني هجرب الفريلانس او العمل الحر. دخلت على المواقع وقدمت على عشرات الشغلانات، بس ما كانش فيه اي رد. الإحساس بالرفض كان صعب، وكنت فعلا على وشك اليأس تماما. كنت بقول لنفسي خلاص يمكن الموضوع ده مش ليا. وفي عز إحساسي بالإحباط ده جات لي أول شغلانة، على قد ما كانت مهمة صغيرة جدا ومبلغها قليل، الفرحة بيها كانت لا توصف. الإحساس بإنك قدرت تكسب أول دولار من على الإنترنت بمجهودك شعور مختلف. اللحظة دي ما كانتش مجرد لحظة فرحة بالفلوس، دي كانت إثبات لفكرة كانت بتدور في دماغي. فكرة إن الربح من الإنترنت مش وهم، وانه حقيقي وممكن. على الرغم من اني بعدها سبت مجال الفريلانس، لكن سبته وانا عندي يقين جديد. المرة دي كنت متأكد اني اقدر، بس يمكن احتاج ادوات مختلفة. ادركت ان الاهم من البحث عن الفلوس هو بناء مهارات حقيقية الناس تكون محتاجاها. وهنا قررت اغير استراتيجيتي تماما. بدل ما اطارد الشغل هبدأ استثمر في نفسي، اتعلم وابني حاجه الناس هي اللي تجيلها. ومن هنا قررت ابدا صناعه المحتوى. طبعا البدايه في اليوتيوب ما كانتش سهله، مهارات كتير جدا لازم تتعلمها، زي كتابه السكريبت، التصوير، المونتاج، التصميم. كان عالم جديد تماما، والنمو في الاول كان بطيء وصعب جدا. كنت بقضي ساعات طويلة بتعلم أساسيات المونتاج، وساعات أكتر بكتب في سكريبت واحد. بس مع كل فيديو كنت بحس بتحسن بسيط، ومع كل تعليق إيجابي كنت باخد دفعة إني أكمل. كومنتاتكم وتفاعلكم كان حرفيا أكبر داعم للاستمرارية. لما كنت بشوف رسالة من حد بيقول لي يا دكتور الفيديو ده ساعدني أفهم، أو نصيحتك غيرت طريقة مذاكرتي، كنت بحس بقيمة حقيقية للي بعمله، أكبر بكتير جدا من أي مقابل مادي. ال100,000 ما كانوش هما الهدف، هما كانوا مجرد نتيجة إني قررت أشارك رحلتي معاكم. رحلتي كطالب طب زيكم، عنده أحلام وبيواجه تحديات، وحابب يساعد نفسه وغيره إنهم يوصلوا لأهدافهم. الرسالة اللي عايز أوصلها هي إن أعظم استثمار ممكن تعمله هو الاستثمار في مهاراتك. الفلوس ممكن تيجي وتروح، لكن المهارة والقيمة اللي بتقدمها للناس هي اللي بتفضل، وهي اللي في الآخر بتجيب لك النجاح اللي أنت عايزه، سواء كان نجاح مادي أو معنوي. دي كانت قصتي، والرحلة لسه مكملة، وأنا قررت إني أكملها معاكم.